subscribe. مساء الخير عليكم. فاكرين دي؟ تعالوا نهرس فيها كده ونلغوص فيها. دي الحتة اللي كانت وقعت من فيديو جاتوه، لو انتوا اتفرجتوا عليها قلت لكم هنشيلها في العلبة. حطيتها ساعتها في التلاجة وغطيتها كده لتاني يوم علشان افكر اعمل بيها ايه. النهارده بقى جيت لكم بفكره حلوه قوي قوي قوي، هتعجب الاطفال جدا جدا وهتنفع جدا في حفلات واعياد ميلاد. حلوه قوي. هنعمل النهارده كيك بوبس، عملتها لكم قبل كده بالعصيان بتاعه اللي هي المصاصات اللوليبوب دي. المره دي هعملها من غير عصيان علشان ما اكلفكمش، وعلشان ينفع ناخدها معانا مدرسه، ينفع كمان نحطها في لانش بوكس، ينفع ناكلها كده، مش لازم نكلف نفسنا يعني. دي الحته اللي كانت فاضت طبعا، او اللي كانت وقعت وحصل بيها حادث كده في الفيديو بتاع الجاتوه، ولو ما شفتوهوش روحوا شوفوها، هحطه لكم في صندوق الوصف. تمام كده. احسن يعني واسعد اللحظات هي لحظات اللغوصه. انا مش عارفه اتعامل خالص خالص بالكلافز خالص، يعني زي ما انتم شايفين. انا كده بعد ما عجنتها كويس قلت اختبرها هتمسك نفسها ولا هلاقي فيها كميه سوائل زياده، اللي هي الكريم شانتيه والشوكولاته. لقيتها مظبوطه جدا وزي الفل، كلها شوكولاته ومعموله بالشوكولاته. طبعا انا شلت المقطع دوت، انا كورتهم طبعا كلهم، بس طبعا من غير الكلافز علشان ما عرفتش يعني بصراحه. دخلتها التلاجة شوية تمسك نفسها، وجبت شوكولاتة بيضة سيحتها على حمام بخار او دخلتها الميكرويف. وبحط لها نقطتين من المية، سوري، من الزيت، علشان بس تدي لمعان، ومش مستحب كمية كبيرة من الزيت في الشوكولاتة البيضة علشان بتبقى شفافة زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. انا قلبت كويس وبعد كده هرجع احطها. مش مفروض ان هي الشوكولاتة تكون سخنة، لازم تبقى فترة او باردة بس يعني سايحة. تمام كده. هبتدي اغطي زي ما انتم شايفين، وهنزل يعني بالكرات اللي معايا على كيس، يكون كيس نايلون او حتى سيليكون، علشان اقدر اتعامل معاها بعد ما تنشف الشوكولاته، واقدر اطلعها بكل سهوله وما تهدرش معايا الشوكولاته الباقيه. يعني اهم حاجه ان انا هنشل الكرات بتاعتي دي بعد ما تنشف خالص، وهيتبقى معايا الشوكولاته البيضاء اللي من تحت دي اعرف اطلعها بكل سهوله. انا جبت بقى شوكولاته كمان دارك اسود، وحطيت عليها معلقه زيت، وبرده سيحتها في الميكرويف. وبعد كده هبتدي انا يعني هنزل فيها الكرات بتاعتي. انا عايزه اعمل العدد الابيض قد عدد الشوكولاته علشان محدش يتخانق، لان كلنا حقيقي بنحب الشوكولاته اللي هي الدارك، مش كتير بنحب فينا الابيض، بس لازم كلنا ناخد زي بعض. تمام كده. تمام. هنزل بقى عليها بالخطوط السوداء زي ما انتم منزلت، زي ما انتم شايفين دي في الشوكولاته البيضاء. اما الشوكولاته اللي هي الدارك هنزل عليها بقى بخطوط من الشوكولاته البيضاء او الشوكولاته البني، افتح سنه يعني كتغيير. تمام كده. هي كده يعتبر خلاص خلصت. يحصل فيها ايه؟ احنا بنجمدها شوية، مش في التجميد يعني، يا دوبك في التلاجة او حتى بره، علشان احنا بقينا خلاص في شتاء. بتمسك نفسها بسهولة جدا. طعمها من جوه زي ما انتم شايفين كده كلها بالشوكولاتة، معجونة بالشوكولاتة ومعجونة بالكريم شانتيه والجنيش، فطعمها من جوه ما يتوصفش حقيقي يعني. تقدري تحطي فيها بقى لو انت عندك العصيان بتاع الليري بوب في المرحلة دي وهي لسه طرية وتنشف على الوضع ده، ما عندكيش ومش عايزه تكلفي نفسك، فهيبقى هو ده الحل، ان انت تعمليها بالطريقه ديت، وسهله وبسيطه جدا، والولاد يقدروا ياخدوها معاهم كده. انا جبت الورق بتاع الكب كيك الصغنون خالص، اللي بنحط فيه مثلا الكحك السوري، او بنحط فيه الغريبه والحاجات اللي هي القيمه شيكه دي، اللي هي بتبقى بالمكسرات دي. فكان عندي اصلا الورق دوت، مش عندك عادي على فكره بياخدوها اساسا، هي ما قعدتش يعني. عقبال ما انا ما خلصت الفيديو كانوا كل واحد فيهم واخد يعني الكميه بتاعته، وخلاص اتاكلت وخلاص كده، سلام عليكم، خلصت على كده يعني. جميله جدا، هيحبوها قوي. لذيذه قوي لو حطيتيها في اللانش بوكس، كمان طعمها روعه بجد، لما بتتقسم كده وطعم الشوكولاته بجد حلو قوي. يعني احنا ما عندناش حاجه بتبوظ، اديكي قعدت تدوير القطعة اللي باظت من الجاتو وعملتي حاجة احلى منها بكتير للاولاد، شكلا حلو جدا، تنفع لاعياد الميلاد، هيتبسطوا بيها قوي يعني. لو عندك اطفال كتير كل واحد ياخد له واحدة كده مع كب كيك، هتبقى حاجة لذيذة جدا وجديدة بصراحة. تقدري تلونيها كمان ببينك او بلبني بالشوكولاتة البيضة دي، تحط لها لون الوان زيت، وتبقى لونها بينك لونها لبني، على حسب مثلا عيد الميلاد الولد او البنت. بس كده انا خلصت كل الكميه اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه دي،
وجميلة جدا. تقدري تسيبيها شوية في التلاجة علشان تمسك نفسها لو الجو حر. لو الجو زي دلوقتي انا ما دخلتهاش التلاجة، وهوريكم بقى من جوه لما نقطعها مع بعض شكلها عامل ازاي. جميلة بجد وشكلها شيك جدا. بصوا لما نقطعها بالسكينة، بصوا من جوه بجد خطيرة. هي يمكن بتتكسر شوية من بره لان انا لسه ما دخلتهاش التلاجة. يلا ما تنسيش اللايك والشير. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.